السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا الطريقه دي النهارده معايا. انا جبت صدور الفراخ وقطعتها قطع زي ما انتم شايفين كده، مع بصلايه فرمتها كويس قوي وحمرتها الاول. ما حمرتهاش، انا صفرتها بس. وجبت البانيه ورحت حطها بالشكل ده مع حبه زيت. وعندنا هنا قرن فلفل حار بس مش اكتر من كده، وسبتهم على النار كده شويه. وهنا عندي ميه هعمل مكرونه بالطريقه دي، وتعالوا نشوف الخطوات بالظبط. وانا عندي هنا طماطم مصلصلاها بالشكل ده، شلتها من الكيس طلعتها من الفريزر وهحطها ايه على الكلام اللي احنا عملناه ده كله. بصوا حبايبي، انا هنا عملت مكرونه اقلام، وينفع معاها اي مكرونه، بس الاقلام حلو عشان لو عايزين تدخلوها في طاجن او حاجه وتدخلوها الفرن. كده معايا ايه المكرونه اهي، والطريقه بتاعتنا اهي. البانيه المتقطعه اهو، الفراخ المتقطعه مع الصلصه. هنا قلت لكم حطيت ايه، حطيت بابريكا، فلفل اسود، ملح، وقرن فلفل حار اهو. والصلصه كانت مسبكه عندي، اي صلصه بقى عندكم فريش تعملوها على طول مش صلصله، مفيش اي مشكله. ونشوف مع بعض في الاخر هتبقى ازاي. كده خلاص خلصت معايا بالشكل ده. ده الشكل بتاعها النهائي، خلاص هطفي عليها. وهنا عندنا المكرونه اتسلقت. خلاص برضو هطفي على المكرونه اهي واصفيها واغرف الطبق بتاعنا واوريكم الشكل النهائي بتاعه. هو الطبق النهائي معانا بالشكل ده حبايبي، شايفينه؟ هو ده كده. ممكن بقى في طاجن، ممكن براحتكم اللي انتوا عايزينه تعملوه اعملوه، وممكن تتاكل كده وحلوه جدا. يلا بألف هنا وشفا، واشوفكم على فيديو جديد باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.